بعشاكم فيديو جديد. بعرف اني ساحب، وكنت اصلا مقرر اني مخطط اني اسحب اكتر من هيك، بس اليوم راح ننزل هلا فيديو بس اشرح شو اللي صار بهالاربع شهور اللي سحبت فيهم، ليش وشو المشكلة اللي صارت معي. طبعا صار اكتر من وحدة. خلينا نبلش اول شي. هلا شو حصير بالمستقبل هلا راح بلش نبلا انزل. راح يتحسن الوضع، ما حقول انه حنزل مثلا اكتر من مرة بالاسبوع او هيك، بس راح نزل يعني اقل شي مرة باسبوعين. بس اتوقع بحاول اسويها مرة بكل اسبوع. فاللي انا بدي اياه منكم بس تكتبولي شو بدكم تشوفوا مني، نفس محتواي القديم او محتوى جديد. فهلا رح نقول شو الاسباب اللي صارت خلتني اسحب يعني. فاول شي تعرف، انا يعني بلشت احط اعلانات على الفيديوهات. صار عندي حساب بالادسنس، وصلت يعني صرت بارتنر باليوتيوب. بس يوم من الايام اجا وبطلوا يطلعوا. رحت شوف شو المشكلة، شفت انه لازم اسوي verify and identification، مش يعني ورجع يعني اعطيهم معلومات عني مشان شلون يحولوا لي مصاري من الاعلانات وهيك. بس المشكلة شو، حاولت اسوي هذا الشي انا تحت ال 18، اتوقع فيكم تحسروا هذا الشي. فما زبطت، رفضوا ولا المعلومات اللي اعطيتهم اياها، وما شالوا الاعلانات هلا على اخر. صار لها هذا الشي اكثر من 3 شهور. فحاولت حل الشغلة، اتواصل معهم ما قدروا يشرحوا لي. انا ما بعرف هلا شو بدي اسوي، شلون بدي ارجعهم. وفي كتير مشاهدات ومصاري هلا عم تروح علي كان فيني اخدهم. وهذا الشي صراحة قاهرني شوي، مع انه انا من اليوتيوب اصلا لما بلشت ما كان هذا هدفي، بس هلا انه صار موجود وراح مني يعني اشي شوي قهرني. وقلت انه ليش ننزل فيديوهات اذا ما راح استفاد شي. والحمد لله يعني الدعم واصل، يعني انا لما سحبت كنت 1700 وشي. هلا ما اتوقع 2370 يمكن هلا نحنا. والله ما بعرف، بس المشاهدات والمشتركين نار، والتعليقات كمان. كتير فيديوهات صار عندها مشاهدات بال40 ألف وهيك. هيدي المشكلة الأولى. يعني المعلومة اللي هلا ما تخطيت هلا ما لقيت حل، فاللي بيعرف يساعدني أو عنده أي فكرة مش عن الشغلة بالآدسنس، فيا ريت يساعدني تحت بالتعليقات، راح أرد على الكل. اوكي، هلا المشكلة الثانية الكوبي رايت والاسترايكات اللي عم ببلعون. فشو اللي صار، انا من سنتين كنت نزل فيديوهات شلون تنزل ماينكرافت ببلاش. فالفيديوهات انا منزل يعني شي يمكن 6 ولا 7 ولا 8 ولا حتى اكتر يمكن. هلا اليوتيوب ما بعرف ليش بس عم يطلع على هدول الفيديوهات اللي عمرهم سنتين ويعطيني عليهم كوبي رايت، يعطيني عليهم سترايك. هلا انا سترايك واحد بتنحذف القناة بالاخر. و يعني دائما كانوا يمنعوني ينزل لأسبوعين، لأسبوع وهيك. فهذا الشي كمان يعني بسد النفسية، ما عاد إلك حيل تصور أو تنزل وأي هيك هاي الشغلات. بس يعني هلأ رجعت، راح أحاول طلع نفس المحتوى، أو انتو اكتبولي شو بدكم تشوفوا. بس المهم بس حبيت صور هذا الفيديو. وأنا هلأ حاولت على موبايل جديد، يعني ما عندي الانترو حتى، ما بعرف إذا حيكون في هذا الفيديو إذا رح منتجه أصلا ما بعرف. بس المهم انا بس كان بدي اوصل الفكرة، هذا الفيديو تسليكي. ممكن حتى احذفه بعد اسبوع بس الناس يشوفوا. وبس شباب، يعني حاولت بس آه لكم عن شو اللي صار والاسباب تبع السحبة. شكرا على الدعم وانا مو هون، يعني كان اسطوري كأني اصلا لساتني عم نزل، ما اختلف شي بالدعم ابدا. وبس شباب، مثل ما قلت لكم اللي في يقدر يساعدني يكتب لي بالتعليقات. وبس هاد كان فيديو التسليكي تبع اليوم. وان شاء الله بنرجع قريبا، يعني حتى لو ما حليت قصة الادسنس والاعلانات، بس رح ضل نزل حتى لو ما في مصاري، ما بتفرق اصلا. فيلا شباب، بشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.